هدفها هو التزاوج سريعا عندما تكون الظروف مناسبة. على طول مجاري المياه عبر الأراضي والسهول تتحول كل ثقوب الأشجار إلى أوكار للغزل والتزاوج. ضفة النهر هي مكان رائع لموعد العشاء. على الدرة الأسترالية أن تبقى مموهة عندما تنزل إلى الأرض لتأكل، ولكن عليها أن تتحلى بالشجاعة الكافية. تضع الأنثى حوالي 6 بيوض، تفقس خلال أسابيع قليلة، تغذي صغارها العمياء بسائل يشبه الحليب، فتنمو وتكبر بسرعة، وبعد 4 أسابيع فقط تصبح جاهزة لمغادرة العش. إن هذه الطيور تعتبر من الطيور الأليفة، لذلك يقوم الإنسان بتربيتها داخل المنازل. تتغذى هذه الطيور على أنواع مختلفة من الأطعمة مثل الفواكه والخضروات وأنواع من الحبوب. إن الوجبة الرئيسية التي يقدمها الإنسان لهذه الطيور هي حبوب الدخن، وكذلك يمكن تقديم مجموعة من الخضروات والبيض، لأنها ذات فائدة كبيرة لهذه الطيور.